السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. على بالي باللي غبت عليكم، ليكم وحشة كبيرة كبيرة. يعني ما كانتش عندي نفسية ولا إرادة باش نحط فيديو. اعذروني وانتم راكم كيفي. كنت متأثرة بزاف بالفلسطينيين إخواننا الأعزاء. نتمنى ربي ينصرهم ويجبر بخاطرهم ويعطيهم الحق يا رب. قولوا معايا آمين. حيي كامل صديقاتي وخياتي ومشتركاتي، صديقات الدرب. نتمنى تكونوا بصحة وعافية يا رب. نشكركم وحدة بوحدة، كل وحدة باسمها، على التعليقات الشابين اللي راكم تخليهم لي. والله فعلا يمدوا لي طاقة إيجابية ويحفزوني، ونتمنى ربي يوفقكم نتوما ثانيك. واللي مازال ما اشتركتش معنا تتفضل مرحبا بها في عائلتنا. ونتمنى كي تشوفوا الفيديو يعجبكم تخليوا لي لايك وتعليق شباب. نبداو الوصفة على بركة الله. بسم الله. اللهم صل وسلم على نبينا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا كما تشوفوا البنات تعمدت نحضر البسبوسة تاعي باليد هكذا. اللي ما عندهاش باتر تتشجع وتحضرها. خذيت 4 بيضات كاملين مع كاس سكر، ودخلت تخي بيان هذاك السكر في هذاك البيض. نحاولوا نضربوه مليح هكذا باش يذوب لنا السكر ديالنا. هو السر من اسرار نجاح البسبوسه تاعنا. هنا بالنسبه للزيت انا استعملت 1/4 كاس من الزيت. نواصل الخلط باش ندخلو ثانيك مليح في البيض والسكر تاعنا. ضفت لهم مغرف كبير، مغرف صغيره تاع لافاني معمره بومبي بيان كما كتشوفوا. ونواصلوا ندخلوا مع بعضنا المكونات باش تندمج ويذوب السكر. يعني السر الاساسي هو ذوبان السكر تاعنا. هنايا ضفت لها بو تاع ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي. صدقوني ديروها بهالطريقه راح تعجبكم بزاف. نواصل الخلط تاعنا، ندخل كامل المكونات في بعضها كما كتشوفوا. نتمنى تبارطاجيو الفيديو تاعنا هكذا باش تعمل فائده على الجميع. نزيدو ان بو تاع الحليب ولا كما يقولوا حبابتنا المصريات اللبن، ونكملوا ندخلوا المكونات في بعضها. نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم وتشاهدوه مشاهدة كاملة. هنا بالنسبة للسميد خذيت كاس من السميد المتوسط، ضفت له كيس كامل تاع خميرة كيماوية، يعني خميرة الحلوى اللي هو يساوي 10 غرامات. ونواصل الخلط مباشرة هكذا باش يدخلوا المكونات في بعضهم. بالنسبة للكاس الثاني أنا خذيت كاس إلى ربع من السميد، يعني كاس كامل وكاس إلى ربع من السميد. صدقوني جربوها بهالطريقة حتجيكم هشة، تجيكم بنينة بزاف. نضيفوا نصف كاس تاع نواه كوكو، الكوكو. نواصلوا الخلط مع بعضنا هكذا تكون البسبوسه تاعنا جاهزه. شوفوا البنات هنا قبل ما نحطوها في المول نفرغوا كميه من نواه كوكو حوالي 2 مغارف في المول تاعنا، ونحطوا فوقها البسبوسه ولا الخليط تاعنا. راح تاخذ لنا حوالي 20 دقيقه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة. ما نفتحوش عليها كامل الفرن حتى طيب لنا كامل. كما شفتوني ذريت فوقها شوية تاع نواه كوكو وجيت نحضر الشربات. هو في الحقيقة البنات ابداو اولا بالشربات ومن بعد حضروا البسبوسة تاعكم، لان لازم تكون الشربات باردة والبسبوسة سخونة، ولا العكس. هو من المستحسن انه الشربات هي اللي طيب في الاول وتكون باردة.
هنا خذيت 2.5 كيسان تاع ماء، ضفت لهم كاس سكر، جست تبدا تغلي 5 دقائق، حسبوا 5 دقائق تبدا تخرج الفقاعات هذوك، خلاص الشربة تاعنا جاهزة. نحطوا لها مباشرة كي يخرجوها من الفرن، نضيفوا لها الشربة تاعنا من الفوق، راح تخرج لكم هايلة وتتشرب بسهولة وتخرج مشمخة موية كما نحبوها. نتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم، جربوها، فكرة شابة لقهوة العصر. نتلاقى في فيديو جديد في وصفات جديدة إن شاء الله. خليكم في أمان الله، سلام.